يا حبيبتي يا امه. شد حيلك ما تعملش في نفسك كده. هي ماتت في الاستباليه؟ يا ريت. ايوه يعني كانت بتشتكي من ايه؟ كانت بتشتكي مني انا. هي ماتت ازاي؟ هي جت في الفتره الاخيره ويا عيني نظرها ضعف قوي. طلعت فوق السطح تنشر واحنا في الدور السابع والسطح في التاسع. ما شافتش بقى الحبل بتاع الغسيل، وقعت من فوق السور. وقعت من فوق السور؟ ما وهي بتقع بقى جت سماح الله يكرمها في اخر لحظه وشقطتها. سماح مين؟ سماح اخت زقاق اللي معانا في السجن. يا حبيبتي يا امه. شقطتها؟ هي ماتت ازاي؟ يا حبيبتي كانت بتعمل اكل وسابت انبوبه الغاز مفتوحه وما خدتش بالها بقى من الغاز. انت عارف السن، الغاز بقى مال الشقه، جت بتطلع كبريت الشقه ولعت. ماتت محروقه؟ لا اله الا الله. معلش. ما هي جت بقى سماح في اللحظه المناسبه، ولما لقت الشقه بتولع كسرت الباب وانقذتها الحمد لله. انقذتها؟ هي ماتت ازاي؟ يا حبيبتي كانت بتعدي الشارع، انت عارف بقى السن الكبير والنظر الضعيف، وبعدين رجلها تعبانه ماسكه عصايه وجت بتقطع الشارع، وبعدين ابن كلب ماشي بعربيه وبيجري بسرعه جنونيه. ماتت في حادثه؟ لا، ما هي قبل العربيه ما تخبطها جت سماح في اللحظه المناسبه وراحت انقذتها الحمد لله. انقذتها؟ هي ماتت ازاي؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو. يا حبيبتي كان جالها الكلى، وبعدين بقى ايه قعدنا ندور على متبرع كلى واتاخرنا كتير قوي، الدكتور قال كده مفيش امل، وبعدين في الاخر جالها تسمم. ماتت بالكلى؟ لا، ما هو جت سماح في اللحظه المناسبه واتبرعت لها بالكلى وقامت بالسلامه الحمد لله. قامت بالسلامه؟ هي ماتت ازاي؟ احنا في الاخر بقى اضطرينا نطخها. طخت امك؟ لا، طخنا سماح اللي مش سايباها في حالها دي.